في يوم الملك تحتمس الثالث كان قاعد في امان الله في قصره بعد ما قدر بقى ان هو يسيطر على كل القاده وكل الاعداء اللي هم اتمردوا عليه يعني كده وحبوا ان هم يعصوه. في الاخر قالوا له سمعا وطاعه يعني. وانا هنا كنت بتمشى بقى قلت يمكن الاقي عجله حربيه اقعد جواها احكي لكم الحكايه يعني، بس ما لقيتش عجله حربيه، لقيت العربيه دي 4x4. قلت اما اقعد جواها صور السكريبت باعتبارها يعني ان هي عجله الحربيه نسخه 2023. بيس يا مان بيس. نرجع بقى لتحتمس واسيبكم من قصتي الحزينه دي. فجاه الحرس بتوعه دخلوا عليه القصر وقالوا له في واحد جاي لك من طرف مهزوم يافا وعايزك في موضوع ضروري جدا. ومهزوم دي يا جماعه بتتقال على الامراء اللي هم اصحاب البلاد اللي وقعت تحت سيطره مصر، على اساس بيعايروهم يعني وكده. بتعايرنا يا فؤاد؟ وملك مصر كان بيقول له يا مهزوم بدل ما يقول له يا امير عشان يعني ما ينساش نفسه كده. المهم يعني تحتمس قال لهم طيب يا جماعه خلوه يتفضل لما نشوفه عايز ايه. الراجل دخل ووقف قدام تحتمس ساكت مش بيتكلم. فتحتمس قال له ما تنطق يا ابني، ايه اللي جابك؟ انت جاي تعكر لي مزاجي وتقومني من على الغدا وخلاص. الرسول قال له شوف يا كبير انا عايزك تمسك اعصابك. مهزوم يافا بعتني ليك مخصوص عشان ابلغك ان هو اتمرد ضدك وقتل كل جنودك في يافا، وبيقول لك ان هو ما حدش يقدر يقف قدامه. الملك تحتمس كان شخصيه هاديه جدا، فاول ما سمع الكلام ده ضحك وقال له جرأة حلوه مفيش كلام. وعلى كده بقى المهزوم اللي بعتك ده دارس الكلام اللي هو بيقوله ده كويس؟ يعني هل هو عارف هو بيلعب مع مين؟ ياض ما هو مش كل من مسك سلاح سفاح يا. انا تحتمس يا ابني اللي منيم بلاده كلها من المغرب، ده انا كل البلاد اللي حواليا كمان منيمهم من المغرب، ده انا كله بيدفع لي الضرايب ويبعت لي الهدايا عشان بس ارضى عنه. وفي الاخر يجي حته المهزوم بتاعك ده يقول لي انا كده؟ والله العظيم على راي المثل دي الفرخه كلت بيضها. انت عارف ان انا ممكن اطربق يافا دي على دماغه وعلى دماغكم كلكم؟ الله وانا مالي يا لمبي. فالراجل الرسول قال له يا باشا اهدى شويه بس صلي على النبي، صلي على النبي، انا مال انا مجرد رسول، هو انا اللي بقول لك كل الكلام ده؟ انت جاي شطر عليا انا ليه؟ ما تروح شطر عليه هو. لا اله الا تحتمس قال له عندك حق يا ابني، اتفضل انت اتكل على الله كده. تحتمس بقى اجتمع بالقاده بتوعه وقال لهم اللي حصل. القاده المصريين كانوا منبهرين جدا ومستغربين يعني من جرأة مهزوم يافا. طلع من وسط القاده دول واحد اسمه تحوتي، قال لتحتمس سيب لي الموضوع ده وانا هجيبه لك في شوال وهجيب لك كمان يافا كلها تحت رجلك. تحوتي ده كان من امهر العسكريين المصريين وقتها، قائد فرق المشاة المصريه ودراع تحتمس اليمين، حاجه كده زي عمر سليمان الله يرحمه ويخليه لينا ايام مبارك. شارك مع الملك تحتمس في كل حملاته، وتكتيكات تحتمس دي كلها بقى كان شاربها، وجوه ارض المعركه قلبه جامد ما بيجيبش ورا، يعني كان جلمان زمانه من الاخر. تحوتي طلب من تحتمس طلب واحد بس، قال له معلش بعد اذن حضرتك عايز الصولجان ده معايا في المعركه. الصولجان ده عباره عن عصايه كده مصنوعه من الذهب والياقوت والمرجان. شفتوا الصولجان اللي كان الرئيس السادات الله يرحمه ماسكه بعد انتصار اكتوبر؟ هو حاجه زي كده يعني. بسبب انتصارات تحتمس المتتاليه الملوك افتكروا ان الصولجان ده فيه قوه خارقه بتخلي اللي يمسكه ويفوز في كل المعارك، عشان كده كلهم كانوا بيتمنوا يوصلوا لعصايه الملك تحتمس. هم فعلا وصلوا للعصايه بتاعه الملك تحتمس بس ما مسكوهاش بايديهم. تحتمس ادى لتحوت الصولجان وقال له اتفضل يا حبيب قلبي ما يغلاش عليك، بس اهم حاجه ان انت تنفذ وعدك ليا وتجيب لي المهزوم ده تحت رجلي. تحوتي قال له عيب عليك يا كبير، انا هجيب لك يافا كلها تحت رجلك. ما تتهورش. وتحوتي ما كانش بيبالغ، هو حرفيا جاب يافا كلها تحت رجلين تحتمس. بعدين خرج تحوتي وهو معاه صولجان الملك تحتمس، وخد معاه اكفأ الجنود والعجلات الحربيه، وصنع شوال كبير كده من الجلد اللي هو يعني كان مخطط يحط فيه مهزوم يافا، لان هو وعده ان هو هيجيبه له في شوال. ابو شيماء اتهور. وطلب من الجنود ان هم يعملوا 400 برميل من الفخار وكميه كبيره من السلاسل والقيود. ايه ده يا جماعه؟ ده شكله بقى مجنون وهيعملها ولا ايه؟ تحوتي بعد ما نفذ كل الكلام ده راح عند مدينه يافا وعمل قدامها معسكر، وبعت واحد من رجالته المهزوم يافا يقول له مساء الخير، معاك تحوتي. وانت عارف يعني ايه تحوتي؟ انا كنت قاعد كده في لحظه صفا مع الملك تحتمس قاعدين بنتناقش في الهجمات اللي احنا ناويين نعملها عليكم، وبسبب ذكائي الشديد وقوتي وان الجنود كلها بتحبني الملك تحتمس بيغير مني، ووصلت بيه الغيره ان هو حاول يقتلني، بس يعني عشان انا تحوتي مش اي حد عرفت اهرب وجيت لك، وسرقت منه كمان الصولجان بتاعه وحطيته في وسط العلف بتاع الاحصنه، وجبت معايا اكفأ عساكر مصريه. فيعني لو حضرتك تحتويني عندك في مدينتك المتواضعه اكون شاكر ليك جدا، ولو حابب تاخد كمان الصولجان السحري ما يغلاش عليك. لما مهزوم يافا وصلت له الرساله فرح جدا وحس ان هو ده الوقت اللي يقدر فيه ينتقم من تحتمس، لانه عارف طبعا ان تحوتي ده هو الرجل الثاني في مصر بعد تحتمس. اسمح لي يعني كده يا ملك
تحتمس، اقول لك تحتمس عادي في وسط الكلام يعني ارفع التكليف، انت جد مش عايزه لعنه الفراعنه تصيبني وكده. عشان كده مهزوم يافا خرج لتحوتي مخصوص، هو معاه مدرب الاحصنه بتاعه. والحقيقه يعني انا مش عارفه هو ليه واخد معاه مدرب الاحصنه، يعني مثلا هيستعرض بيه قدام تحوتي، يعني تحوتي مثلا هيتخض ويكش يعني لما يشوف معاه مدرب الاحصنه. يم يخاف يعيد. ما كان خد معاه قائد محارب ولا حد معاه سيف ولا ايه الهبل ده؟ اقسم بالله دول اللي ضيعوا، ده كان لازم يتهزم. اسمع، انت تروح لامك. المهم يعني ان هو راح لمعسكر المصريين ودخل على تحوتي كده وقال له تعالى في حضن اخوك، انا هقدرك وهعمل لك كل اللي انت عايزه، واحسن الاراضي الموجوده في يافا كلها هتكون تحت رجليك. وعرض على تحوتي ان هو يجي ينوروا في المعسكر بتاعه ويشربوا كاس مع بعض كده ويشوفوا هما ناويين يعملوا ايه. تحوتي زي ما قلت لكم من شويه ان هو كان واخد الصولجان وحطه في وسط العلف بتاع الاحصنه، وهو يعني كان قايل كده لمهزوم يافا. فتحوتي هو ومهزوم يافا قاعدين بيشربوا مع بعض، تحوتي يقول له اشرب كاس، فالتاني يشرب كاس واحد ويقول له لا انت مش مهزوم يافا اللي انا اعرفه. ده الزمه ده ادهم اللي انا اعرفه. انا بص انا الاب. وهنا طبعا احب اوجه رساله للفنان احمد مكي، سرق الفكره من تحوتي وعملها فيلم لا تراجع ولا استسلام، وبيزعل لما حد بياخد منه كلمه ولا حد بيعمل من الكبير مثلا فانوس رمضان ولا حاجه، عديها الناس لبعضيها نجم. طبعا يعني مهزوم يافا سكر على الاخر بقى وخلاص ما عادش شايف قدامه. هو طبعا تحوتي زي خلاص عايز يقصر، عايز يدخل بقى بالفرسان بقى ويخلص الليله يعني. فتحوتي قال له بقول لك يا مهزوم يافا، يعني هو كان كل شويه برده بيعايره، ما كانش بيقول له باسم، كان بيقعد يقول له يا مهزوم يافا يا مهزوم يافا وكده. ما تدخل بقى الجنود بتوعي جوه ان الحصانه اكيد اللي معاهم جاءت يعني وعايزين يرتاحوا شويه، يعني دخلهم المعسكر هنا وبالمره يعني تاخد الصولجان بتاعك السحر اللي احنا اتفقنا ان انا هديهولك يعني عشان تكسب بيه اي معركه. فوافق مهزوم يافا والجنود دخلوا هي والحصنه. بدا العساكر المصريين ان هم يفتحوا شكاير العلف وياكلوا الاحصنه. واحد من العساكر المصريه لقى الصولجان في شكاره من شكاير العلف، فجرى على طول على تحوتي واداهوله. ولما مهزوم يافا شاف الصولجان قال له ما توريهولي كده يا تحوتي ابص عليه بصه كده زي الناس ما بتقول هو فعلا في قوه خارقه ولا لا. تحوتي قال له من العين دي قبل العين دي، وقام مسكه كده ورفعه قدام مهزوم يافا وقال له هو ده الصولجان اللي نفسك فيه. طبعا يعني متوقعين يعني ايه اللي هيحصل، هيديهوله يعني هيخون يعني تحتمس يا سلومه؟ اكيد لا، اكيد لا طبعا. مسك الصولجان تحوتي ونزل بيه على راس مهزوم يافا عدمه العافيه، ده قعد يضرب فيه لحد ما اغمى عليه، وقام فتح الشكاره الجلد اللي هو كان محضرها وحط مهزوم يافا جواها بعد ما ربطه من ايده ورجله كويس عنيف قوي. وفي سريه تامه جاب ال 400 برميل اللي هو كان مجهزهم وحط في نصهم 200 جندي، والنص الثاني عباهم سلاسل وقفل البراميل دي كويس. ومسك تحوتي مدرب الاحصنه وقال له بقول لك ايه يلا، انا الملك بتاعك ده حطيته في شوال، تخيل بقى هعمل فيك ايه. مربي الاحصنه قال له اهدى شويه يا باشا، اهدى شويه يا باشا، ما اتكلمتش، انا بطاطا تحت رجليك، سيبنا عيش ارجوك سيبنا عيش وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. تحوتي قال له جدع عياض، بص بقى هتروح زي الشاطر كده لمرات مهزوم يافا اللي هي مهزومه يافا، وهتقول لها ان السبع بتاعك ذكر البط قصد بتاعك خلى تحوتي يستسلم وفرض عليه ضرائب كتير جدا وعباها في براميل، فيا ريت يعني حضرتك تتكرمي كده وتطلعي المفاتيح تفتحي البوابه علشان الجنود يعرفوا يدخلوا الهدايا والضرائب بتاعه جوزك. وطبعا مدرب الاحصنه يعني كان خايف يعني مضطر يسمع الكلام، لان هو لو ما سمعش كلام تحوتي هيزعله، ففعلا راح يوصل الرساله لمرات مهزوم يافا. طبعا حد يجي يسالني طيب يا زوزه يعني فين بقى الجنود بتوع مهزوم يافا دول، يعني ما هو اكيد عنده جنود، راحوا فين؟ هقول لكم بقى. بعد ما تحوتي دخل وبعدين طلب ان الجنود المصريين يدخلوا وراه عشان احنا يعني عشريين، فالجنود المصريين قعدوا يتكلموا مع جنود يافا يعني كده وقعدوا برضو يسكروهم، عملوا نفس اللي عمله تحوتي مع الزعيم بتاعهم، وجرت الامور كما خطط لها. بوابه المدينه اتفتحت، واول ما العساكر المصريين دخلوا المدينه فتحوا البراميل وطلع منها الجنود اللي خلصوا على كل الحراس واسروا اهل المدينه كلهم بما فيها مهزومه يافا واهلها، وربطوهم برضو بالسلاسل اللي كانوا جايبينهم معاهم في البراميل. وبكده تحوتي سيطر على يافا كلها بالذكاء والدهاء. يا تحوتي يا مكار انت يا خبيث، مش سهل. وبمناسبه القصه دي يعني كده الحوار اللي حصل ده مش بيفكركم بحاجه؟ اللي هي قصه حصان طروادة. اليونانيين فعلا سرقوا مننا الخدعه دي، او مش سرقوها يعني استخدموها بعدنا ونفذوها حرفيا في قصه حصان طروادة اللي احنا شفناها في الفيلم بتاع الواد القمر ده براد بيت، بحبه قوي لما كان في الثلاثينات كان قمر. بس انا يا جماعه ليا عتب على البت البطل اللي كانت في الفيلم بتاع حصان طروادة ده، لما دلوقتي يعني خلاص الدنيا بقت كويسه وتمام يعني وجه عمك وهياخدك يعني من عند براد بيت، ليه ما قلتلوش انا بحبه يا عم وسيبني خلاص انا هعيش هنا مع الراجل اللي انا بحبه؟ يعني ما انت بعدين هتقعدي تعيطي وفي الاخر هترجعي برضه والراجل هيموت بسببك. ما كان من الاول، ما كنت قعدت معاه من الاول ما كانش مات، ما كانش بقت النهايه حزينه. انت نكدت عليا، اقسم بالله نكدت عليا، ربنا يسامحك.
تحوتي طبعا رجع مع دهر الملك تحتمس الثالث ومعاه مهزوم يافا في شوال زي ما وعده، وطبعا جاب معاه غنايم وجاب معاه ناس كتير قوي من يافا عشان يبقوا موجودين في البلد كعبيد. تحتمس بقى بص له بصه كده كلها فخر كده وقال له فعلا انا اخترت صح، فين بقى الصولجان بتاعي؟ تحوتي قال له هو كان يلزمك في حاجه؟